مسجد السلطان أحمد من أكبر المساجد في العالم. المسجد ليه سور بيتخلله 5 أبواب لدخول المسجد. شكل المسجد أكثر من رائع. 6 مآذن في المسجد. أمام المسجد في ساحة موجود فيها مسلة، وموجود فيها مكان للمية أو سقيا للمية يعني. المكان يستحق الزيارة والتصوير فيه أكثر من رائع. آيا صوفيا. آيا صوفيا كان كاتدرائية في البداية، وبعدين تحول إلى مسجد، وبعدين دلوقتي هو متحف ديني. الفكرة كلها إن المسجد ده أو الكاتدرائية دي أو المتحف ده دلوقتي من جوه في مناظر رائعة للتصوير. تاريخ المكان مكتوب من على الباب. هتستمتع بزيارتك لآيا صوفيا. قصر التوكابي عبارة عن متحف. كان في عصره عبارة عن قصر لقيادة الدولة العثمانية. كل السلاطين تقريبا في الدولة العثمانية كانوا مقيمين في القصر دوت. القصر بيحتوي على العديد من الغرف، وبيحتوي على العديد من الكنوز. الأهم من كده إن في بعض الآثار للرسول عليه الصلاة والسلام، زي عصايته، زي خصلة من شعره، زي سيف من السيوف بتاعته، بالإضافة إلى السيوف بعض الصحابة. حديقة جولهانا. الحديقة دي من أجمل الحدائق في اسطنبول. الحديقة دي فيها أشجار معمرة كتير، فيها مناظر طبيعية كتير. ممشى فيها يوصلك لمضيق البوسفور أو خليج البوسفور. الحديقة ديت كانت متصلة بقصر التوكابي، ولكن تم الانفصال عن القصر لأن هي كانت حديقة تابعة للقصر أصلا، وانفصلت في وقت من الأوقات. حديقة إيمرجين من أكبر الحدائق الموجودة في اسطنبول وأكثرها هدوءا. يعني أنت لو حابب إنك تخرج بره المدينه، تبقى في مكان هادي بعيد عن الصخب بتاع المدينه، لازم تروح الحديقه دي. الحديقه دي مليانه اشجار كتير ونادره، وموجود فيها طيور كتير برضو نادره، والاهم موجود فيها حيوان السنجاب اللي الاطفال بيحبوه. الحديقه موجود فيها اكتر من مكان او اكتر من نقطه لتجمع الاطفال، وفيها زحاليق ومراجيح، وكمان فيها مسار للجري. اهم من كل دوت ان في مطعم في الحديقه ديت مدعم من خلال بلديه اسطنبول. اسعار فيه مناسبه جدا. اطلاله على خليج البوسفور، وتقدر تشوف من خلاله جسر المعلق لمحمد الفاتح. مكان اكثر من رائع. الصور فيه بيبقى ليها ذكريات حلوه. توركوازيو اكواريوم ده اكبر حوض الاسماك في تركيا او في اسطنبول على التحديد. بيضم اكثر من 10,000 حيوان بحري. في ممشى متحرك بياخد الزوار لعمق 80 متر تحت الميه. مشهد رائع زي اي اكواريوم في اي دوله في العالم، بس هو الفكره انه كبير ومتسع، وكمان المكان جواه بعض المطاعم وبعض الاماكن الترفيهيه. فيا لاند مكان للملاهي والالعاب. 50 لعبه او اكتر
يقدر يستخدمها الاطفال والكبار. هو مكان ممتع للاطفال حقيقه، ولكن الكبار كمان ممكن يستمتعوا بالمكان، لان فيه سلسله مطاعم او مجموعه مطاعم كبيره، وفي كمان مركز تجاري ضخم فيه اكتر من 250 محل من الماركات العالميه كلها. المكان ده اكثر من رائع، يستحق الزياره خصوصا لو معاك اطفال.